السلام عليكم عملائنا ومتابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. معكم مهندسة سارة من شركة المتحدون الدوليون للأدوية البيطرية. هنتكلم في فيديو النهاردة عن هل البرنامج الأورجانيك عائلة البيفاكتور أسلوب عالمي في التربية. هنتناقش ونتكلم ونعرف ايه المقصود بالبرنامج العلاجي البيطري الخاص بينا، وهنعرف خطوات العمل، وكمان هنعرف شروطه، وهنعرف المحتوى الدوائي والتركيبي والعلاجي للبرنامج. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل دي هوضح انا ليه بتكلم وبقول كل الكلام ده في فيديو. وده لان في الفترة الاخيرة بدأ يتردد على ألسنة الاخرين مصطلحات ومفردات خاصة بينا، وبدأ يكون في اقتباس لشغلنا، وكان من الافضل انهم يشتغلوا ويكونوا معلومات ونتائج خاصة بيهم، لان طبعا الكلام ده احنا موصلناش له بالساهل، بل تحت ضغط وشغل فريق كامل ورسائل دكتوراه ورسائل ماجستير. كنا بنشتغل وقت ما كان الكل في وقت راحة، جربنا وفشلنا وحاولنا مرات ومرات، وبفضل الله وصلنا اننا نكون برنامج اورجانيك كامل يشتغل معاك طول الدورة. ودلوقتي هنعرف ايه المقصود بالبرنامج العلاجي البيطري الخاص بينا. بكل سهولة هو عبارة عن مجموعة من الخطوات العلمية المنظمة، واللي بتسير في تتابع وتسلسل منطقي، وده بهدف ان احنا نقدم خدمة علاجية يمكن انك تشوفها على ارض الواقع. وده طبعا بثلاث مستويات، والمستوى الاول بيكون على الشكل الظاهري والعلامات الظاهرية للمرض واللي ممكن ان احنا نشوفها على الحيوان. والمستوى التاني اللي بيكون المقصود بيه العلامات اللي بتظهر عند التشريح سواء الكلي او الجزئي للحيوان. اما المستوى الثالث بيكون المقصود بيه تدعيم البرنامج بالتحاليل الدقيقة زي تحاليل الBCR المختلفة. ودلوقتي هنعرف خطوات عمل البرنامج البيطري الأورجانيك. وطبعا من المعروف ان بتتحدد خطوات اي برنامج علاجي من خلال الاطار المعرفي للمدرسة العلاجية، يعني مثلا مدرسة المضادات الحيوية، مدرسة الأعشاب، كمان المدرسة البيطرية البحتة، ودي اللي بيخرج منها أسماء الأدوية التشخيصية زي مثلا الغسيل الكلوي، مضاد السموم، روافع المناعة، إلى آخره. وكمان في مدرسة بدائل المضادات الحيوية زي البروبيوتيك، ودي المدرسة اللي احنا شغالين عليها. وبيكون لكل مدرسة أسلوب وطريقة للوصول وتحقيق الهدف. ومعايير تصميم البرنامج بيكون لها شروط عديدة ولا حصر لها. وبالنسبة للمدرسة العلاجية الخاصة ببدائل المضادات الحيوية بيكون لها هدف معين، وهو الوصول لإنتاج دجاج أورجانيك. وهنتكلم دلوقتي عن ثالث نقطة، وهي أهمية تصميم البرنامج العلاجي البيطري الأورجانيك، وهنلخصها في عدة نقط. وأول نقطة إن احنا بندي صورة واضحة ومبسطة للمربي أو المهتم بالمجال للخطوات اللي هو هيمشي عليها أثناء فترة التربية. تاني حاجة ان احنا بنوضح اهمية الرعاية للمربي، كمان بنوضح له حل المشاكل لنجاح البرنامج الاورجانيك. وده طبعا بيتم من خلال الاستعانة بالمربي نفسه او العامل الموجود في المزرعة في نفس المكان او المشرف المتخصص. تالت حاجة ان احنا بنبدأ نساعد المربي او العامل او المشرف ان احنا نبسط له شرح الجرعات، وده بيتم من خلال التواصل المباشر معانا. وهنتكلم دلوقتي عن شروط البرنامج الأورجانيك عائلة البيفاكتور، واللي بتتلخص في عدة نقط أساسية. أول حاجة إن يكون البرنامج واضح في آليات تنفيذه وطريقة المعاملة الخاصة بيه. تاني حاجة إن يكون البرنامج له هدف واضح ومحدد. وهدف البرنامج الأورجانيك عائلة البيفاكتور الخاص بالمتحدون الدوليون إن احنا نقلل من استخدام المضادات الحيوية اللي بتأثر على صحة الإنسان، وكمان المواد الكيميائية اللي بتضر بالصحة. وده طبعا من خلال ان احنا بننتج دجاج اورجانيك مع توافر شروط الاعلاف طبعا. تالت شرط ان يكون البرنامج بيقبل بعض التدخلات العلاجية الاخرى بدون اي تعارض. رابع شرط ان يكون البرنامج له دليل علاجي، وده بيتم عن طريق تطبيقه في محافظات مختلفة، وكمان في عنابر مختلفة في طرق التربية سواء كان ارضي او بطاريات. وخامس حاجة ان يكون البرنامج سهل التحكيم. وهنتكلم دلوقتي عن المحتوى الدوائي والتركيب العلاجي للبرنامج. البرنامج الأورجانيك عائلة البيفاكتور بيحتوي على حوالي 68 مادة فعالة، وكمان آمنة في الاستخدام البيطري، وبتكون متقسمة فيها الجرعة ونوعية المنتج على حسب عمر الطائر. علشان كده مع البرنامج بيكون في جدول متقسم فيه الدورة الأسابيع، كل أسبوع مستقل على حدة. كمان جوه الأسابيع دي متقسم إلى أيام، وكمان بنوضح فيه استخدام كل منتج وجرعته.
وكمان في مؤشرات زي درجة الحرارة، الوزن المطلوب في العمر، كمية العلف، كمية المية. كل ده بيكون متقسم في الجدول. وكمان بيكون في دعم فني بيتابع مع حضرتك خلال الدورة. كمان البرنامج زي ما هو وقائي بيكون كمان علاجي، علشان كده بيكون في فريق متخصص من الدعم الفني بيتواصل معاك للشرح اكتر عن كيفية التعامل في الجرعات والاستخدام، وكمان تعديل الجرعات وقت اللزوم. ولطلب البرنامج الأورجانيك عائلة البيفاكتور والعلف السائل، هتواصلوا معانا على الرقم اللي موجود على الشاشة.